مصطفى شوبير يا سعده يا هناه دلوقتي الأهلاوية دلوقتي كلهم مبسوطين بيه، واللي عمله في ماتش الأهلي وشباب بلوزداد قالوا إن مصطفى أنقذ الأهلي في أكتر من فرصة تهديفية لشباب بلوزداد. فيا ترى رد مصطفى شوبير عليهم دلوقتي إيه؟ وهل هيكون بديل الشناوي في حراسة الأهلي؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. مباراة صعبة ومش سهلة خالص لعبها النادي الأهلي من شوية مع شباب بلوزداد في الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا. المباراة ظهر فيها الأهلي مضغوط جدا وعلى آخره في الملعب. مصطفى شوبير حارس الفريق شال من على الفريق أكتر من هدف كان هيتحقق. بعد اللي عمله مصطفى شوبير ده الجماهير الأهلاوية طلعت تشيد بيه، في اللي قال إن اللي عمله اللاعب عظيم وإن هو اللي أنقذ الأهلي، وإن الفترة اللي فاتت كانت صعبة عليه، وإن كان في حملة انتقادات سابقة ضده علشان والده الكابتن شوبير. قالوا يعني إن في البعض ما كانش بيحب مصطفى شوبير علشان مش بيحب والده، مش علشان مهارة اللاعب، إنما اللاعب عنده مهارة كبيرة وشاطر جدا وأنقذ الأهلي في أكتر من فرصة النهاردة. ده وصل الأمر إن الجماهير الأهلاوية دلوقتي بتطالب إن يكون الحارس الأول في الفريق بعيدا عن كابتن الشناوي. في عدد كبير من الأهلاوية شايفين إن اللاعب يستحق باللي عمله خلال المباراة إن يكون في المركز الأول والاعتماد يكون عليه داخل النادي الأهلي. يعني في أول الفرص لفريق شباب بلوزداد أنقذ مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرمى الأهلي من هدفين مؤكدين خلال الشوط الثاني من المباراة اللي جمعت الفريق أمام شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا. في خلال 5 دقايق بس من الدقيقة 45 والحد ال50 أنقذ مصطفى شوبير الأهلي من هدفين مؤكدين، وكمان كان قرب الفريق الجزائري إنه ينجح في تسجيل الهدف الأول أمام الأهلي في مباراة ضمن إطار مؤجلات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وفرصة كمان أنقذها القائم الأيمن لمرمى مصطفى شوبير بعد ما شاطها حسين بن عيادة ركلة حرة مباشرة من كرة الثابتة في الدقيقة 50 مع بداية الشوط الثاني. وبعيدا بقى عن الفرص التهديفية، ففي لقطة مهمة قوي في المباراة. في أول المباراة خالص وقف لاعبي فريق الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري دي أحداد على روح العامري فاروق نائب رئيس القلعة الحمراء. اللقطة دي عجبت برضو جمهور الأهلي جدا جدا، وفي عدد كبير منهم على مواقع التواصل الاجتماعي بيتكلم عليها. الأغلبية بتقول إنه الله يرحمه كان ليه اسمه ومركزه في الأهلي، ودي أقل حاجة تتعمل له، وإن لما لاعبي الأهلي يفتكروه كده ده شيء يعبر عن الأهلي وعن مركز الأهلي وأخلاق النادي اللي الكل بيتكلم عليها. الجمهور قال إن مصطفى شوبير كان مظلوم في الأهلي، وإن الناس كانت بتهاجمه بسبب أبوه، وإنه نجمه مشهور، لكن في الحقيقة هو لاعب كويس وأثبت إنه قد المسؤولية. في النهاية أنتم إيه رأيكم في المباراة؟ وإيه توقعاتكم لشوبير الصغير؟ وهل هينهي أسطورة الشناوي؟ اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات.